مشاهدين متتبعي البين سبورتس، وجدد التحية هنا من استاد الجوهرة الزرقاء. مباراة ديربي النيل بين أزرقه وأبيضه، الهلال ضد الأهلي، قلاع في الكرة الإفريقية والعربية. النادي الأهلي عملاق القارة السمراء ب10 ألقاب و10 نجوم في هذه البطولة، ونادي الهلال لعب فينال كأس الأبطال في 87 ضد الأهلي القاهري، وفي 92 ضد الوداد الرياضي المغربي. 27 طاهر محمد، عبد القادر وبيرسي تاو المهاجم. ليج 2014 خسروه بفارق الاهداف فقط المسجله خارج الديار من وفاق ستيف، وفقية 4 تعادل اخرها الموسم الماضي 0-0، ومباراة 2007 الشهيرة 3-0 في مرمى الحضري للهلال. كرة خطيرة النادي الاهلي، اول فرصة واول جول، فرصة كبيرة والهدف الاول يضيع بطريقة غريبة، بطريقة تاريخ. كرة الفوز للذكرى، مش ممكن شحات سوداني. مباراة تحسن برشا، العام الماضي رقدنا فيها المباراة. من المفارقة ان كولر نجاحات كبيرة واقتناع بقوة شخصية هذا المدرب. رقم 37 الهلال السوداني هو ثاني أكثر فريق في تاريخ البطولات الإفريقية قبله المساروة. بعد الطفرة من المعلومات في ظل روعة المباراة والديربي، يمشي علي معلول يوزع كرة على 24 اوت. ما زالت آخر الذهاب في الخرطوم، سجل هدف عز الدين يعقوب للأولمبي السكندري المصري، وفي الإياب في مصر 3-1 للأولمبي من جديد. هنا كرة جديدة، الأهلي بادئ ينزل ضيف على الخطير التنزاني سيمبا. والفرق العربية لعبت البارح بين الديربي المغاربي، تاريخ كبير وبطولات كثيرة من علي معلول في الجهة اليسرى لدفاعات النادي الأهلي. يتقدم الهلال، يمشي كبير الخرطوم مع المريخ لليتوال، يمشي كرة سهل الشناوي في المتابعة وضربة ثاني. ترجع كرة طويلة خطيرة وبرافو عبد المنعم، موجودة من محمد عبد المنعم، يعمل كنترول غربال، مازال ما عملش الكنترول وفشل. كان من الكبارات وربح 3 مرات كاس افريقيا اللي هو فريق حافيا كوناكري. الان كرة خطيرة مرة أخرى من حمدي فتحي، يضغط النادي قبل لانطلاقة الحدث الافريقي في كرة القدم بعد الشان كاس افريقيا الاندر 20 للشباب. كرة توصل وموصولة للحارس 27 والتدخل الأول في بطولة افريقيا المحليين الشان في غياب تقريب المنافسين الكبار. محاولة والدفاع موجود من عثماني ضيوف. الشوط الأول كرة منحسرة في وسط الميدان، ترجع الكرة للفريق الأزرق. كرة توي السودان 19 ديربي ربحته الأندية المصرية، 13 تعادل و9 انتصارات سودانية. أو ضيع كرة 1-0 بعد تدخل من دفاعات الهلال. عطفا وبالرجوع إلى الفرص المهدورة من رفقاء الشحات، يمشي حسين الشحات حاط الكرة بالراس خطيرة والدفاع. انتصار و4 تعادل. ترجع الكرة ممتازة، المراوغة، محاولة الحضور صعبة، والحكم الموريتاني يغسل الكرة. نادي الهلال ترجع الكرة للفريق الأحمر، وكرة عن طريق بيرسي، يمشي داو عبد الرزاق لاعبية واقفة تقريبا في الهلال، ماهيش تعطي في حظوظ استقبال الكرة. هنا كرة تستقبل عالية والشناوي والدفاع من معلول. الشوط الاول على وشك النهايه، نتيجه معقوله، ولو انه الاهلي كان ممكن يتقدم بهدف. كره خطيره والحارس الشناوي يتصدى الشنو لاول شنه هجوميه من الفريق الازرق. حلم التتويج بدوري ابطال افريقيا الشامبيونز والمشاركه في المونديال. وايضا كان انتدب في الاسابيع الاخيره محمد الضاوي الشهير بكريستو لاعب النجم الساحلي، في المقابل معلول يغطي، ومعلول وخطه وفق. ترجع كرة ملعوبة عن طريق عبد الرحمن. الهلال تحسه يهاجم في الشوط الثاني، وخطيره بالراس والحارس يطل
أول فرصة حقيقية للهلال. من المؤكد أن الهلال في الشوط الثاني بادي بالهجوم، ولكن حتما ستتوفر مساحات من المرتدات والمساحات للنادي الأهلي. النادي الأهلي عكس هذا تماما، في يخير مباريات النوك اوت مباريات رايح باني، وبعدها ثنائية الأهلي بقيادة موتسيماني، ثم الأخيرة كانت ودادية بقيادة وليد الرقص. على الكرة أكثر قوة وشراسة نادي الهلال، شيء اللي افتقده الرفقاء عبد الرحمن الغربان. استثمار الكرة، استثمار اللقطة بتسديدة وخطيرة. 1-0 للهلال، 1-0 للهلال الملايين. كرة لا تسد ولا ترد. يحط الكرة في الشبكة، ويسجل 1-0 لنادي الهلال. قذيفة لا تصد ولا ترد، كرة عرضية في الكرة الحديثة، في كرة الألوان، أزرق اللون يتقدم على الأهلي 1-0. 1-0 في كرة ملعوبة ممتازة. 1-0 للهلال. كرة حقيقة كانت قوية جدا من ليليو. هل يتحمل مسؤوليتها الشناوي؟ اعتقد أن الهدف يتحمل مسؤوليته شناوي. شوف الكرة كيفاش حاول يتصدى لها الشناوي، فما سرعة في الضربة ولكن فما تأخر في الردة، والكرة تباغت وتقدر الحارس الشناوي في مرمى الأهلي. 1-0 لنادي الهلال. الشوط الأول هي لا أدري، ولكن الهلال بادي بامتياز. الهلال والثاني كانت كرة قريبة جدا، كانت كرة قريبة جدا لمعددة هفوات الأهلي في الشوط الثاني، خطيرة جدا مش ممكن. فما تسلل يلعب الباس والثاني ملعوبة من ال 12 الهلالي، يلعب الكرة جارجو، لامين يراوغ، لامين يوزع، خطيرة والدفاع يتصدى بصعوبة. الأهلي يضيع في هذه الدقائق، صعبة جدا هي المباراة. ترجع كرة من علي معلول بعد صلابة دفاع. الصفة الكاملة لإنجاح مباريات الفوتبول في إفريقيا. تمشي من تاو 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 تاح، خطيرة جدا، مراوغة، ضربة جزاء، بينالتي بينالتي للهلال. أمامك اللقطة، هو ضربة جزاء. الحكم كان قريب على حمدي فتحي، يريد كتابة التاريخ. أمامك الإعاقة، حكم كان قريب، تمركزه ممتاز. سيعود الأهلي، يمشي جلودي، يتقدم جلودي وضيعها، ولكن مرة ثانية يضيعها جلودي بذكريات الموسم الفائت. مش ممكن العملاق هنا في استاد العاصمة يستعيد الهلال ماما أفريكا. هنا في الماما أفريكا يستعيد الهلال ذكريات أيام زمان. هنا بذكريات حتى ملعب في أفريقيا باستثناء 2-3 يلعبوا كورة في القارة السمراء. حط الكرة علي معلول، أول طلعة من علي، هو أبو 20 في أول لمس للكرة، لاعب ارتكاز طبعا ما عنده ما يخسر، كولر يلعب الكل في الكل. هنا كرة الأهلي خطيرة لكن خرجت طويلة 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 برشا. صدى مرة ثانية يجيب أشرف، وفي خطأ للأهلي، في خطأ للنادي. علم موقع الكرة أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم بصدد الإعلان عن مكانة إقامة مباراة نجمة والبرج. ويتلقى الفريقان ضمن منافسة هذا الأسبوع الخامس من سداسية الأندية الأوائل للدوري اللبناني. وأكدت المصادر أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تم اختيار لاعب مباراة على ملعب طرابلس البلدي، وذلك بسبب عدم وجود أي ملعب حالي لاستضافة المباراة. وأشارت المصادر إلى أن المباراة تشهد عودة الحضور الجمهور النجمة بعد إيقاف لمدة 5 مباريات بسبب الأحداث مباراته مع الأنصار في مرحلة الذهاب الدوري. وكشفت المصادر أن بعض المساعدي القائمة من أجل لعب المباراة على ملعب أيمن عبد النور بن حمدون، لكن الاتحاد يفضل ملعب طرابلس بسبب كبر حجم الملعب وبعد الجماهير على بعضها البعض ولعدم حدوث أي مشاكل. ويحتل النجمة المركز الثالث في سلم الترتيب الدوري اللبناني برصيد 20 نقطة، في حين يحتل البرج المركز الخامس برصيد 16 نقطة.